السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد تحياتي للشعب السعودي وتحية خاصة لقادته العظماء. اليوم تحليل من قناة الحوار يتحدث عن الدور الصيني في المصالحة بين السعودية وإيران، وأيضا الأسباب التي تجعل إيران تتقرب أكثر فأكثر من المملكة العربية السعودية. كما نعلم وكما يعلم الجميع بأن العلاقة كانت جد متوترة بين البلدين الجارين في السنوات الماضية، خاصة بعد قطع العلاقات بين البلدين في 2016 والدعم الإيراني المباشر لفصائلها في اليمن وعدة دول عربية. فما الذي قد يجعل إيران تتقرب بهذه الطريقة إلى المملكة العربية السعودية؟ هل عزلتها الدولية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي بايدن وتهديده بجعل إيران دولة منبوذة في الشرق الأوسط، أي أنها دولة وحيدة بدون أي علاقات مع دول أخرى؟ فهيا بنا نشاهد هذا التحليل معكم، ولكن قبل ذلك اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس للتوصل بكل جديد. هل انتهت الحرب الطائفية الباردة بين إيران والسعودية؟ سؤال طرحه الكاتب والباحث أستاذ حسن أبو هنية في مقاله. نحاول مع الأستاذ حسن أن نجد إجابة عن هذا السؤال. معنا عبر سكايب أستاذ حسن. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم مبارك عليك وعلى كل الأمة الإسلامية. أستاذ حسن، يعني سؤال مهم، ولكن أنت في إشارة للحرب الطائفية الباردة. هي باردة بشكل مباشر، ولكن بالوكالة كانت دموية جدا يعني، والساحات عديدة التي عرفت مواجهة دموية بين إيران والسعودية. هذا صحيح بالتأكيد. هي كانت الطائفية هي السلاح الأيديولوجي المفضل في إطار هذه الحرب، ولكن بالتأكيد أن كانت هناك حرب ساخنة، لكنها حرب بالوكالة، بمعنى لا يوجد هناك صدام مباشر بين الدولتين، لكن كانت هناك حروب تتم تصفية ويستخدم فيها السلاح الأيديولوجي في عمليات التعبئة والحشد. ولذلك منذ في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، وفي كل المناطق كانت هناك حرب بالوكالة تدور بين السعودية وإيران على مدى سنوات طويلة، عقود طويلة. بالتالي كان يستخدم في هذه الحرب بالوكالة السلاح المفضل هو السلاح الطائفية. كانت تتم عمليات التعبئة والحشد للقتال وللعداء بين البلدين، سواء كانت في المناهج الدراسية، في مراكز الدراسات، في الإعلام، في كل الأجهزة الأيديولوجية في السعودية وإيران كانت تستخدم الطائفية كسلاح، بمعنى أن الطائفية لم تكن هناك الخلاف المذهبي، ليس هو متجذر في العقيدة بقدر الخلاف ما هو متجذر في المجال السياسي والصراعات الجيوسياسية. هذا هو النقطة الفارقة في العلاقة بين السعودية وإيران. ولذلك هل هذا السلاح على الأقل، إذا نعلم بأن الاتفاق الأخير هو ينص، كانت هناك رغبة معروف، السعودية تريد أن من هذا الاتفاق أن تتخلص من الهجمات بالطائرات دون طيار وتنهي الحرب في اليمن، وبالتالي في هذا ما يزعجها. وبالتالي هي هل هذا سينهي هذه الحرب بالوكالة، تنهي الحرب الأيديولوجية الطائفية الباردة؟ أعتقد هذا راهن نوايا البلدين، ولا أعتقد بأنه يوجد هناك مؤشرات جيدة لهذه العودة على مدى. طيب، أنا في هذه النقطة دعني أتفاعل معك لأنه مهمة جدا. أنا تقول لا توجد مؤشرات، في قراءة للمشهد. لا منظومة الحكم في إيران تغيرت، ولا عقلية الحكم في السعودية تغيرت، ولا الظروف الإقليمية تبدو أن هناك تغييرات عميقة وجذرية. كل ما فما أنه تغييرات لولبية، وأنت أشرت إليها، هذا يقع في إطار تغييرات في النظام الدولي عموما. في آخر الأمر هو الصراع، وأنت أشرت إليه في مقالك، جيوسياسي، وهذا الصراع الجيوسياسي الآن يفرض توازنات وخيارات. السعودية وإيران ذهبوا إلى التهدئة بحكم الضرورة أستاذ حسن. بالتأكيد هو هذا، ولذلك هو فعلا حتى الآن هو خلاف تكتيكي، لكن هل يمكن أن ينتقل إلى المجال الاستراتيجي؟ ممكن، لكن في كما أشرت فعلا وأنت محق، وكما ذكرت أنا في المقال، بأنه لا يوجد هناك وضوح. صحيح هناك تغيرات مرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية الدولية. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين كلاهما يرغب بالاستقرار في المنطقة، ولا يريد أي شيء يعيق
الصراع الأكبر جيوسياسي والمتمثل حاليا في الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي يعني حتى هذا الاتفاق لم يكن بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك تواصل، لم يكن هناك غضب كبير. أمريكا تريد نوع من التهدئة، تريد التفرغ لجبهة الصراع مع روسيا، وبالتالي أعطت هذا الدور للصين. لا يبدو أن هناك تغير حقيقي، وشاهدنا أن السعودية استبقت هذا مباشرة الاتفاق بالذهاب إلى أوكرانيا، وبالتالي يعني أيضا دفع مبلغ قرابة 400 مليون دولار. وبالتالي لا يوجد هناك تغيير. هناك بعض التغيرات لا شك في الداخل السعودي وفي إيران، هناك تغير بالتأكيد. هناك تغير في السعودية، تحاول أن تتخلص مثلا من عبء المسألة الدينية وقضية الوهابية، السردية الوهابية التي طالما كانت مؤسسة أن هذه الدولة، الكل يعرف بأن السعودية قامت على تحالف بين ديني سياسي بين الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، ولكن هذا السردية تم تغييرها في كانون 2 يناير العام الماضي، عندما أصدر الملك سلمان قرار بتغيير يوم التأسيس ليصبح 22 شباط فبراير 1747 و 1727 وليس 1747، بمعنى يصبح هناك يعني الوهابية السردية الدينية تصبح عبارة عن سردية فرعية في تجذير الدولة قومية سعودية، وليست كما كان يقال دائما بأنها تحالف دين سعودي. هذا طبعا تغير كبير، وسبق ونعلم كثير من الإجراءات للحد من نفوذ الدين. طبعا في إيران هناك تغيرات كبيرة شاهدنا هناك منذ 2009 مع مهدي كروبي الإصلاحي، ومهدي كروبي ومير حسين موسى والحركة الخضراء، ثم شاهدنا في 2019 عمليات قمع كبيرة أكثر من 1500 قتيل والآن هذه الاحتجاجات الأخيرة ويطالبوا بتغيير هذا النظام الديني. إذن قضية الطائفية يعني هناك مصلحة، قد لا تنتهي الحرب يعني بالوكالة، لكن على الأقل هذا السلاح الطائفي يعني صحيح أن إيران كسبت فيه وتمددت في كل المناطق، لكن على الصعيد الداخلي لم يكن مفيدا، بالعكس يعني كان هناك آثار سلبية على الداخل دفعت إلى مزيد من الاحتقانات، الاحتجاجات، التطرف إلى محاولة تغيير سردية الدولة، وبالتالي لم تنعكس داخليا هذه الحرب الباردة، بل أساءت يعني إلى الداخل، إلى نظام الحكم نفسه. أستاذ حسن، يعني الخلاف بين السعودية وإيران ليس جديدا، وأنت أشرت في مقالك هناك عرض تاريخي حتى لبعض المحطات في علاقة بنفوذ كل دولة، وحتى في عصر الشاه كان هناك خلاف غير معلن، أحيانا معلن. يعني هي معركة نفوذ، معركة سطوة، معركة أيضا السيادة الرمزية الدينية. السعودية تمثل السنية وأيضا تمثل وهي الراعية للحرمين وبقدسية الحرمين، ولكن هنا أريد أن أستنسخ من تجربة أخرى لعل سيكون هذا السيناريو المحتمل في العلاقة بين السعودية وإيران، هو إدارة الصراع التنافس. يعني ما سيقع الآن بين السعودية وإيران هو ما يقع تقريبا بين إيران وتركيا، هي التنافس، صراع تنافس، ولكن دون استعمال الأدوات الصلبة والخشنة، استعمال أدوات أخرى. هل هذا وارد؟ ممكن، أعتقد أنه يعني كما أنا ذكرت في خاتمة لأنه بعد إذنك الأدوات الأخرى مكلفة، يعني بقدر ما السعودية يعني صرفت أموال مهولة مليارات الدولارات في اليمن، ولكن النتيجة لحد الآن لازالت في المربع صفر. ليتها كانت صفرا، هي النتيجة كانت خسارة مذلة وخسارة واضحة. أنت كانت تاريخيا هذه المناطق يعني بكل المناطق العراق أصبحت تحت النفوذ الإيراني، كل هذه الأموال التي أنفقت وكل هذا الدعم الحقيقة تمت في سوريا، انفقت مليارات الدولارات السعودية ثم تخلت عن المعارضة ببساطة. هذا ما فعلته في لبنان، أنفقت المليارات في دعم ثم تخلت عنه ببساطة للإيرانيين، وهذا ما حدث في اليمن. وبالتالي أعتقد بأنه يعني ربما كانت الكلف عالية والنتائج محدودة، يعني على خلاف إيران. يعني قد يجادل البعض مثلا في إيران، يعني رغم أن إيران حريصة على هذا الاتفاق للخروج من عزلتها يعني الإقليمية والدولية وأزمتها الداخلية، لكن أعتقد أن الحاجة للسعودية ودول الخليج أكبر من الحاجة في هذا، لأن هي الخاسرة. يعني في كل المعارك شاهدنا أن الركون إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان كارثة بامتياز. يعني عندما كان هناك أمريكا يعني تتعامل مع مصالحها، عندما وجدت الديمقراطيين بأن فترة أوباما وقعوا الاتفاق النووي 2015، وقال آنذاك أوباما أنه على الجميع في المنطقة أن يبحثوا عن مصالحهم وأن يبحثوا عن
يعني اتفاق ومصير مشترك. هذا ما فعلت يعني تركيا، تحاول أن تدبر العلاقة. هناك نفس الخلاف السني الشيعي، لكنها لا تستخدم سلاح الطائفية مثلا بين تركيا وبين إيران. واضح أن هناك صراع سياسي، مصالح، وأحيانا يتم توافق وتواصل، ولا تنقطع على الصعيد الأمني مثلا، وعلى الصعيد السياسي لا تصل حد القطيع على هذه الدرجة. يتم تدبير كثير من الخلافات مع أنها خلافات كبيرة، وثم أنهم يعني جارين، ولكن مع ذلك السعودية كانت، لا أعتقد كانت يعني مرتهنة أكثر لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. ليست كانت مصلحة يعني السعودية، كانت دائما هي طلبات من الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي كانت السبب الرئيسي في شأن هذه الحرب الطائفية والحروب في الوكالة في المنطقة. يعني هي يعني أضرت أكثر ما تضر بأي حليف ممكن. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أضرت بالسعودية بشكل كبير الحقيقة، وشاهدنا، وحتى وصل في النهاية مع ترامب أن يهدد السعودية بالحماية، ثم عندما يأتي جو بايدن يقول أنني سأجعل هذا البلد بلد منبوذا. إذا يعني هذا هو ربما يكون يحدث التغير والتفكير. وبالتالي كما قال فيصل بن فرحان يعني وزير الخارجية يعني توقيع الاتفاق في تغريدة أنه نحن في مكان ومصير مشترك إذا صدقت، ويمكن تدبير هذه الخلافات. لا أعتقد أن الخلافات متجذرة في الشأن يعني الايديولوجي والعقدي والديني سواء في ايران او في السعوديه. بالعكس، النظام الحكومي يحاول ان يبتعد عن هذه السرديه. اذا هو صراع جيوسياسي يمكن تدبيره بطريقه اكثر اذا ما صدقت فعلا النوايا، طيب، ويعني تخلت السعوديه عن الركون بالكامل الى أنا الرؤيه. أختم معك بعد إذنك أستاذ حسن بخلفية هذا المشهد، الصين والولايات المتحدة. تعليقك على هذه الخلفية باختصار. أعتقد بأنه الصين انتهزت فرصة. كانت الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تهدئة المنطقة، وبالتالي أعطت يعني سمحت للسعودية أن تقوم بهذا الدور. لم يكن ممكن لهذا الاتفاق بدون رضا أمريكي، لا يمكن هذا الاتفاق أن يتم. صحيح. ولكن الصين اقتنصت الفرصة مباشرة، وبالتالي هي يعني عملت على ففي الأخير أنا أرى بأن المذهب الطائفي الشيعي المنتشر في إيران هو الذي يجعل إيران حقودة على السعودية، لأن السعودية دولة سنية كما يعلم الجميع. إضافة إلى أن المملكة حفظها الله من أقوى الدول في الشرق الأوسط، إضافة إلى علاقاتها الجيدة مع كل دول الجوار. وملاحظة أخرى أن ما يقوله المذيع في آخر المقطع عن أن لأمريكا دور في هذه المصالحة أو أنها راضية عن هذه المصالحة هو أمر غير منطقي تماما، لأنه إذا كانت أمريكا هي من تدخلت في هذه المصالحة كانت ستعلن عنها هي بالتحديد لكي تجلب لها الأنظار، وليس دولة عدو لها وهي الصين، لأنه في الأخير الصين هي من أعلنت عن هذه المصالحة. وباعتبار أن الصين هي أكبر منافس للولايات المتحدة وثاني أكبر اقتصاد عالمي، في كل الأحوال لهذه المصالحة الجديدة بين الدولتين ستكون لها نتائج إيجابية في منطقة الشرق الأوسط، وأنا أعتقد بأنها ستساهم في إنهاء معاناة الشعب اليمني وإنهاء الحرب الدائرة في اليمن حاليا، لأن الحرب الدائرة في اليمن حاليا هي حرب بالوكالة بين السعودية وإيران، بين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حفظها الله وأجندة إيران في اليمن. فهذه المصالحة سوف تقوم بإنهاء النزاع القائم منذ أكثر من 6 سنوات.